ليه سرعة الموقع أهم حاجة في الموقع؟ تخيل إن أنت ماسك حاجة أو فيديو أو أي حاجة وأنت بتقلِّب وجاي تدخل على حاجة معيّنة، قعدت تحمِّل معاك كام ثانية، أنت أصلًا مش هتستنى الكام ثانية وهتخرج، أيًا كان إيه الشيء اللي أنت كنت هتشوفه. نفس الفكرة مع الclient اللي بيشتري منّك، لو الموقع بتاعك مش سريع لدرجة إن هو أول لمّا يدخل يفتح معاك كده على طول من غير ما يحس إن هو بيحمِّل، هيخرج، هيخرج بكل بساطة، مش هيكمّل إن هو يقعد مستني الموقع يحمّل، مش هيكمّل ولا أي حاجة. فأهم حاجة إن أنت تهتم بسرعة الموقع بتاعك. لو أنت الموقع بتاعك لسه بتعمله جديد، فده هيكون أسهل بكتير أوي إن أنت هتاخد بالك من حاجات معيّنة، لو خدت بالك منها الدنيا هتكون سهلة بعد كده. إن أنت ترفع الصور بتاعتك وB إن أنت ما ترفعش apps كتير أو plugins كتير على الproduct على الموقع بتاعك. إن أنت ما تكتبش أي كود يتقِّل الموقع. مؤخرًا برضه ناس تكتب أكواد كتيرة وما بتاخدش بالها الكود ده هيخلّي الموقع تقيل والّا لأ، ماشي؟ حاجات كده معيّنة لو خدت بالك منها قبل ما تعمل الموقع، هيكون سهل كتير أوي على الناس عندها موقع كبير وضخم والسرعة بتاعته ضايعة. وبس كده، أنا سعيدة أشوفك expert wordpress developer. باي باي.